السلام عليكم بنات، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله اموركم طيبه. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على شنو؟ فيديو اليوم غادي يكون على رسمه الحواجب كما كتشوفوا في العنوان، و كيفيه اخفاء الشعر الزائد من الحواجب، يعني بالميك اب، مو بالناتف او شو اسمه، بس بالميك اب. اوكي. بس اذا كيهمك الامر تابعي الفيديو للاخر، وما تنسيش ديري اشتراك، فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وخلي لي التعليق ديالك في التعليقات عشان نشوف شنو رايكم، لان رايكم يهم. اول شيء الادوات، شنو الادوات اللي احنا محتاجينهم؟ غادي نحتاجوا فرشه ديال الحواجب تكون بهذه الطريقه، بهذا شوفوا، بهذا يعني السمك، تكون ضعيفه جدا. جل حواجب نفس هذا، انا كنت كنستخدم هذا من بيبي كوزميتيك، حتى كمل سالاليه كله كنت احبه. او اذا انت اوريدي عندك شعر بس بغيتي تملي الفراغات، فتستخدمي بس الباودر. اول شيء غادي ناخذ الفرشه، غادي ناخذ الجل. من بعد الاخفاء الشعر غادي نقول لكم اذا كملتوا الفيديو. يعني هذه اخر شيء، يعني اخر مرحله غنديروها هي كيفاش نخفيو شعر الحاجب. فشنو كندير انايا؟ انا بدلت اليوم الوجهه هكا، جيتكم دايركت باش حطيت المرايه هكا قدامي باش تشوفوا، وغادي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. يلا غادي ندير اشنو كندير، كناخذ من نص الحاجب، اوكي، وكنرسم خط لفوق. شفتي فوق؟ انا هذه الرسمه اللي كندير انا. تشوفوا هذا الشعر الزائد هذا، من بعد غادي نخفيوه. كنجي كندير من هنايا بعد مثلث، نفس مثلث، شفتوا؟ يعني انا هذه طريقتي. اوكي. من بعد كنعمر هذا المثلث، كنزيد الجل الا خاصني، كنعمر هذا المثلث اللي انا رسمته من اخر، يعني كنبدا من اخر الحاجب وكنعمر، وكنمشي مع حاجبي سيده او نيشان. يعني انا اوريدي عمرت هنايا، هذه هي اللي كتبين لنا رسمه الحاجب، هي اخر الحاجب ماشي اول الحاجب، اخر الحاجب وهو اللي كيبين لنا، كيعطينا الرسمه ديال الحاجب اللي بغينا. ف البقايا ما كنزيدش الجل، كنمشي مع خط الحاجب. اوكي بس زين. كنجي بعد من هنايا وكنبدا غير كنعمر. بغيتي ترسمي شعره اشنو كديري؟ شوفوا يدي كيفاش خفيفه 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 على الحاجب من هنا من قدام، جدا خفيفه. هنا القدام ما غاديش نقيسوه، غادي نزيدو نعمرو هنا، نزيدو نغمقو هاد البلاصه. شوفوا انا زدت الجل وزدت كنغمق. حلو بس. شفتوا؟ دابا انا اوكي رسمه حاجبي هي هذيك، انا هذه اللي بغيت. غادي نجي للقدام، غادي نديرو، بغيت ندير شعره غندير شعره بهذه الطريقه. شفتوا؟ وكتكون خفيفه. دائما بنات تكون عندكم فرشه انت كترسمي وانت كتمشطي شعرك لفوق، اوكي، باش كيتدمج المنتج مع الشعر. اوكي. غادي تقولوا لي مخربقين، حواجبكم مخربقين. شفتوا حواجب دابا؟ اوكي، بان لكم مخربقين، لكن ما غاديش يكونوا مخربقين هكذا. غادي ناخذ الكونسيلر، وبفرشه لازم تكون هكذا راسها،
مقوس. غادي ناخد الكونسيلر وغادي ننظف تحت الحاجب عادي باش هذا هو اللي كيطلع لي الرسمه بيرفكت. شفتوا؟ ان شاء الله ترسمي الرسمه لهني. المهم غادي تكون الرسمه بيرفكت من بعد منين كتنظفي. وغادي نجي فوق وغادي ندير هاد الطريقه وهنا بعد شوي وخلاص. وحواجبي صاروا حلوهم. اش رايكم؟ حلو لا؟ نزيد هنا حد دخلت فيه. بغيت نطول مازال نطول عادي، كيعجبني نطول الحاجب بس والله. اوكي حبيباتي، رسمت حواجبي، الامور طيبه، لكن شوفوا هذا الشعر هذا اللي باقي هنايا هذا كيبرزطني خاصه في الميك اب. فاش كندير الميك اب ميك اب العيون هذه كيبقى لي، وانا ما كنحيدش حواجبي، يعني هما خفاف، يعني اذا مشيت حيدتهم صافي ما يبقى فيهم والو. فشنو كندير؟ فهذا حل مؤقت وما ديروش دائما. يعني مثلا عندك مناسبه بغيتي ديري ميك اب او ميك اب هكا ثقيل او مهم وما بغيتيش تحيدي حواجبك، اوكي شنو غادي نديرو؟ شنو غادي ناخذو؟ شنو هذا الحل اللي غادي اللي غيفكنا؟ هو صمغ الرموش، ولازم يكون ابيض شفاف. اوكي ناخذ صمغ الرموش كنحطو على الشعر ديال الحاجب اللي بغينا اننا نخفيوه. اوكي في هذه المنطقه هكذا، وهذه المنطقه. فهذا حل سحري لإخفاء شعر الحاجب. اوكي فنخليه شوي ينشف شدي، حيتاش علاش كيشد لينا الحاجب، كيشد لينا شعر الحاجب، كيشدو مزيان باش الا حطينا عليه الكونسيلر ما كيتحركش داك الشعر او كيطلع من فوق الكونسيلر، يعني اوريدي كتكون طبقه لاصقه على الشعر الحاجب. من بعد غادي ناخد كونسيلر، لازم الكونسيلر يكون فول كفر، يعني تغطيته عاليه زين، ولازم يكون في لون البشره ديالك، ما يكونش فاتح وما يكونش غامض. اوكي شوفوا كيف راح يختفي الشعر. شوفوا نحط طبقة هكذا بهذه الطريقة، طريقة الطبطبة. اوكي وبس اختفى. شو دوك الشعيرات اللي كانوا هنايا، الشعيرات اللي عليهم الصمغ اختفوا. هنا من نفس الطريقة. ناخذ بيوتي بلندر او فرشة هكذا وندمج بس الاطراف.
ما نحركش لهاد البلاصه، ما نجيش ليها اللي حطيت عليها، ما نديرش ليها، ندير غير بحال هكا بطريقه خفيفه بس. شفتوا شلون اختفى 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 اختفى. جربوا بنات الطريقه وراح تدعوا لي. وبس والله. ولازم البنات تثبتوا تحت الحاجب، ضروري تثبتوا باللوس باودر، يعني لازم تثبتوا الكونسيلر هكذا بهالطريقه. فانا درت طبقه رقيقه لان عندي شعر حواجبي خفيف. اللي عندها حواجبها متان فدير طبقه حلوه من السمخ. اوكي بس والله حلوين حلوين. ووصلنا بنات لاخر فيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم تطبيق رسمه الحواجب واخفاء شعر الحاجب، وان شاء الله تطبقوها، وان شاء الله تعجبكم. وخليوا لي تعاليقكم، اللي جربتها تخلي لي النتيجه شلون. اوكي بس والله نلتقي في توتوريال اخر.